السلام عليكم، اهلا بكم. النهاردة معانا عين جوفية غريبة جدا بتظهر فيها المية لما تقرب منها. بمعنى اصح اي كائن حي بيقرب منها بتظهر المية، ودي ظاهرة غريبة عن العيون الجوفية. من غير ما نضيع وقت وتعالى على طول نخش في حلقتنا النهاردة اللي هتكون بعنوان عين الثروة الجوفية العجيبة. اهلا بيكم في قناة شخابيط الام. لو اول مرة معانا في القناة من فضلك تنزل تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وكمان ما تنساش اللايك. يلا بينا نبدأ الحلقة. في البداية نحب نوضح مكان عين الثروة، واللي موجودة في شمال واحة الفرافرة بالصحراء البيضاء في مصر. الغريب في الأمر إن أي مصدر مائي بيكون بيضخ المية ليل ونهار لغاية ما يجف عبر الزمن، واللي بيحصل في عين الثروة غير كده تماما. أول ما بيقرب منها أي كائن حي، إنسان أو حيوان أو طائر، بتبدأ المية في العين ترتفع تدريجيا لغاية لما تملى العين كلها. تشرب منها وتاخد كفايتك من المية وكمان تغسل منها، وبعدين لما تحب تمشي بعيد عن العين بتبدأ تنخفض المية تدريجيا لغاية ما تجف العين. والعين الجميلة والغريبة دي بتعتبر معلم سياحي عالمي، بيجيله السياح من جميع أنحاء العالم. وتفسير الظاهرة الغريبة دي إن الأرض في المنطقة دي قشرتها مكونة من تربة رخوة، بالإضافة إن هي رخوة كمان تربة حساسة زي الأسفنج، وهي عبارة عن مخزن للمية في بطن الأرض، ولما حد بيقرب منها كأنه بيضغط على الأرض. الكلام ده بيعمل على ظهور المية. والظاهرة الغريبة دي مش موجودة إلا في عين الثروة فقط حول العالم كله، وبسبب عين الثروة اتحولت الأرض حواليها لنخيل وأراضي زراعية خضراء. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أرجو تكون الحلقة عجبتكم، وقبل ما أختم الحلقة لو أول مرة معانا في القناة من فضلك تنزل تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وكمان ما تنساش اللايك. قبل ما اختم الحلقة ياريت تخش القناة وتاخد جولة في الفيديوهات القديمة. اشوفكم في حلقات جاية كتير. سلام.